انا مره واحد بكلمه عن بنت عجباني، قال لي دي بادجت عالي. يا عم سيبني اتكلم يا عم. لو قابلت واحد مش متجوز اول حاجه سيبه في حاله. يا عم ايه الشبكه؟ ايه الموضوع ده يا جماعه؟ هات لي هديه 60 جرام دهب وامديلي على الكمبيالتين دول بعد اذنك. جيب له كاجو، جيب له باباز، عصير باباز. انا ليه اعشي 500 بني ادم الا لو ده طعام؟ عندك مشاكل مع محمد صلاح؟ حل عن دماغي. ممكن يجيب لك اكتئاب مزمن ما تبقوش لاقيين السبراليكس. النهارده انا جاي اتكلم عن الجواز كواحد مش متجوز في سن معين، مش هقوله بس عندي وجهه نظر معينه يعني حابب نتكلم فيها. لو انت انترستد تنورني يعني. انا محمد مسعد، ازيك عامل ايه؟ انا فل الدنيا تمام قوي كده، انا هقفل قلبي خلاص على كده. تعالى ادي الجمل والجمال، تعالى تبقى جلسة علاج، تعالى نحط المشكلة على الترابيزة ونشاهدكم. لو قابلت واحد مش متجوز اول حاجة سيبه في حاله. بمعنى ايه؟ ما تقعدش تكلموا عن الاستيت بتاعه عدم الجواز اللي هي العزوبيه. ليه؟ انت معلوماتك عن العزوبيه اللي هي قبل جوازك ما هيش بالضروره عزوبيتي. تعال نتكلم في الجواز كمشروع قومي. بادجت، انت محتاج ايه؟ محتاج بادجت. انا بكلمك كواحد بيشتغل في الانتاج يعني. يقول لك احنا بنشتري الراجل ده محتاج بادجت. الله ينور عليك. فانت بتخش تعمل دراسه جدوى بغض النظر عن البني ادمه حاسه بايه، تعلم مش مهم. بادجت عالي. انا مره واحد بكلمه عن بنت عجباني، قال لي ايه؟ قال لي دي بادجت عالي. فالصراحه لا، هو كلامه صح. فتعالى نعمل دراسه جدوى. اول حاجه الشبكه. ايه الموضوع ده يا جماعه؟ سؤال واحد عايز اوجهه لاهل العروسين. هل انا ينفع يبقى يوم عيد ميلادي اقول لك هات لي هديه 60 جرام دهب وامديلي على الكمبيالتين دول بعد اذنك؟ عمو انت ليه عايز شقه تمليك في حين ان انتم مأجرين قديم قبل ما الخناقه بتاعت القانون تتعدى؟ عمو انت بتدفع في الشقه 7 جنيه 850 مليم. فستان برضو عايزنا اشتريه زي الشقه، مش فاهم ليه. اتفق معاك، هو محتاج بادجت. مشكلتي التمبلت اللي احنا حاطينها مش موظفين البنود صح. انا بتكلم على التمبلت. يا عم سيبني اتكلم يا عم. يا عم بكلم الراجل يا عم. ده كل ما اجي انطق بيفكر في الكومنت اكتبه اشتمني وانا همسحه. يا سهله ايه الحوار؟ انت جاي عامل فيلم اكتر حاجه صارف عليها البريك، وبتحصل في شركات انتاج بتبقى مهتمه قوي بترابيزه الكلاينت. جيب له كاجو، جيب له باباز، عصير باباز. اللي هو هات له عصير باباز، هات له ليزي بوي. يا باشا ليه؟ اصل هو دافع في الجواز، انا اللي دافع. بتخليني ليه اجيب قاعه ااكل ناس لانشون؟ انا اسالك سؤال والله العظيم، انا ليه اعشي 500 بني ادم الا لو ده اطعام؟ يعني ما نعمل اطعام يا جماعه. اللاعب محمد صلاح قال جمله ايقونيه مش واخده حقها. عندك مشاكل مع محمد صلاح؟ حل عن دماغي. ما بتحبوش ما تقوليش قشطه. كان في لقاء مع عمرو اديب، فعمرو اديب قال له انت ايه رايك بقى في الجواز يا محمد؟ فراح قايل له انا بالنسبه لي الجواز، بص بقى الولا اللي ما بيقول لهم منتاليتي بيتضايقوا، قال له انا اهم حاجه عندي في الجواز ان مراتي ما تبقاش معايا مان تو مان. والله العظيم يا جماعه دي ما واخده حقها. هبقى احطها في الديسكريبشن. دي بالنسبه لي ممكن اعلقها على الحيطه ورا هنا كده. انا عندي 2 مخاوف من الجواز: فقدان الحريه، احنا كده كده مان تو مان، انت بتاعي. هقول لك على حاجه، انا مره اتخانقت عشان كنت قاعد عامل كده فكلمتني، فاتخانقت معاها ليه؟ عشان قطعت حبل افكاري، وانا حبل افكاري ده باكل منه عيش. هبقعد امسك حبل افكاري واقعد اعمل كده، فخلاص كده انا ما قبضتش الشهر ده. فانا بدور على حد يناولني المشبك ونطبق الغسيل مع بعض. وبجد انا راجل اول ساعه الصبح محدش بيكلمني. في حد عملها قبل كده ومات، سكاكين وبتاع. بعمل القهوة على السبرتية. لو انت في هذا المود ومعاكي رقمي بعد اذنك امسحي. تاني حاجة الخناقات الأزلية. بعد إذنك أنا ما بحبش حد يحرك شراباتي من مكانها، فمش عايز أقابل حد يقول لي ليه. أصل خلاص الفايل اتقفل فوتوشوب. لو حد هنا بيشتغل في الجرافيك فاهم، الفايل اتعمل له فلاتن. أنا كسر 35، فهي جيبيجيهاية البي اس دي اتمسح خلاص. مش هقول لك كلام عشان مش كل الناس هقول لك بص، عندنا في الفوتوشوب الديزاين ده لايرز، وانت بتسلمها في الاخر تعمل حاجه اسمها فلاتن. الفلاتن دي ان كل اللايرز تبقى لاير واحده. ما ينفعش بعد ما احط البيتزا في الفرن اقول لك اديني الجبنه. هو بقى في ناس بتتجوز كده، اللي هو طب ما تكبر لي اللوجو. انا ما حدش هيكبر لي اللوجو في جوازي من الاخر يعني. يا اخي يخرب بيت ده سؤال مش هتفرحنا بيك بقى ليه؟ انا تعبك في ايه؟ افرض انا عندي عيب خلقي
تعايرني كل ما تشوفني تفكرني بالعيب الخلقي. لو شفت الفيديو ده وتعرفني ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني عشان ردودي مش هتعجبك وهتكلم عنك على اليوتيوب. السؤال ده بيتسأل لي في الاسبوع 3 مرات. في العشرينات طبيعيه، ايه يا عم بقى ونبقى بقى فاهم في العزومه بقى مش هنفرح بيك بقى، لا ده انت مش عارف. طب خد شوف صوره البنت دي كليه اداب، طب خد شوف صوره البنت دي دكتوره. تندر قبل تندر. قبل تندر. بعد ما تخش ال30 بياخد باترن مختلف. احنا ايه؟ احنا بيدوفيلك ولا ايه؟ مش عليك. بالظبط، احنا شايفينك بتبص على الاطفال بتلعب معاهم يعني. احنا ملاحظين يعني، احنا لاحظنا يوم التلات انك مبسوط وعايش لوحدك خير. و90% من اللي بيقولوا لي انت ما اتجوزتش ليه بيبقوا مش مبسوطين في جوازهم. هيموت وتجرب معاه. ما هو يعني انا مثلا عايز اقول لك على حاجه، انا مش متجوز ومبسوط جدا. ايه رايك بقى؟ اولا انا حر، ثانيا انا في البيت براحتي. انا فعلا بغيظك ليه؟ لانه في الاخر انا عامل كده بمزاجي. لكن انا الناس اللي شفتها مبسوطه في جوازها ما بتجيبليش سيره الموضوع او بيتكلموا عنه عادي. عارف زي مثلا ايه؟ شفت لما احنا كنا مثلا راكبين العربيه فانت قلت لي انت بتعرف تسوق، قلت لك بس انا جربت الاوتوماتيك، فقعدنا نتكلم عن العربيات. ما تطرقتش انك تقول لي لا 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 بس انت محتاج عربيه، انت ازاي ماشي بكرسي متحرك. في واحد بقى بيجي ينصحني انت ما اتجوزتش ليه. انا بجد برد الرد ده وهو فعلا من قلبي، بس ما اعرفش ليه بينفذ الناس. فبقول له والله لسه نصيبي ما جاش. لحد ما تلاقيه هو اصلا بيحن للعزوبيه، هو مش عايز نتجوز، هو بيحن للعزوبيه معايا. عارف لما تبقى انت في واحد صاحبك بيروح اسكندريه كتير فتقعد تقول له بس برد يا اخي، الكلام بيبدا كده. لو هو شخصيته ضعيفه يقول لك فعلا برد، زي الراجل الواد بتاع وائل الابراشي ده اللي هو انت رحت وقابلته. رحت وقابلته. لو هو بقى عنده شخصيه يقول لك ايه، لا بس انا بحبها جدا، فتقول له بس لا لازم تاخد معاك جاكيت. نقعد نتدرج في الحوار لحد ما يقول لك بس عليهم شويه اكل الاسكندرانيه. رسالة لأهل العروسين، مش معنى إن العريس معاه فلوس إن بنتكو هتبقى عايشة كويس. ممكن يجيب لها اكتئاب مزمن ما تبقوش لاقيين السبراليكس. رسالة لأي حد في حياتي قابلني صدفة أو يعرفني قال لي اتجوز واحدة تخدمك، عايز أقولك أنت محتاج خدامة، كنت ممكن تجيب خدامة وتوفر كل المهانة وبنات الناس اللي اتبهدلوا. وأنا عن نفسي بحب أغسل الأبيض قوي، والأبيض ده أنت عمرك ما شفته. كده احنا مع بعض مان تو مان على طول، اللي هو مش هنسيب بعض. لازم اعرف انت بتعمل ايه كل حاجه، لازم نخرج سوا ناكل سوا ولازم تتبسط يعني.